كأخصائية علاج وظيفي للأطفال متقاعدة، اشتغلت مع الكثير من العوائل اللي أولادهم كان عندهم اضطراب طيف التوحد وما عرفوا إلا بعد وقت طويل ومتأخر، الشيء اللي يخلي الأمور أصعب وأكثر تعقيداً في عملية العلاج. ففي هذا الفيديو رح أوريكي كل هذه ال10 علامات، ورح أوريكي كيف تفحصين وتتأكدين من كل وحدة وحدك في البيت. وهذه العلامات دقيقة جداً لدرجة أن أغلب الأمهات وحتى بعض المختصين الصحيين ما يلاحظونها ويفوتونها تماماً، لأنه صراحة اكتشاف هذه العلامات مبكراً ممكن يغير حياة ولدك تماماً ويخلي المتابعة العلاجية أسهل لا قدر الله وولدك كان عنده هذا الاضطراب العصبي. طيب، العلامة الأولى راح تكون عن كيف ولدك يستخدم عينيه حتى يتواصل معك، وأحسن طريقة تشوفين فيها هذا الشيء هي خلال اللعب، فهذا هو الاختبار السريع الأول اللي تقدرين تجربينه في البيت. شوفي، المرة الجاية لما تلعبين مع ولدك امسكي لعبته المفضلة سواء كانت سيارة أو كرة أو أي شيء واقعدي على الأرض، وبعدين ابدأي تدفعين اللعبة بينكم واقعدي تمررينها بينك وبين ابنك ذهاب وإياب كم مرة كأنك تلعبين معاه بشكل جداً عادي. وبعدين في لحظة عشوائية لما يجي دورك تدفعينها له لا تدفعين، بس توقفي وراقبي وش يصير. اللي المفروض يصير هو إنه ولدك لازم يشوف السيارة الثانية أو ثانيتين وبعدين يرفع راسه ويشوف وجهك كأنه يقول ها ليش وقفتي؟ ادفعيها مرة ثانية. ممكن حتى يقول مرة ثانية أو مرريها ماما وهو يشوفك. وهذا بالضبط اللي نبي نشوفه، هو يشوف فيك حتى يجيب انتباهك ويقول لك وش يبي، وبشكل أساسي هو يستخدم عيونه حتى يتواصل معك. لكن إذا ولدك انزعج إن اللعبة وقفت وبس قاعد يحدق في السيارة بدون ما يرفع راسه ويشوفك حتى تساعدينه، هذا الشيء يقلق، وهذه هي تحديداً العلامة الأولى اللي قلت لك عليها، لأنه ما يستخدم التواصل بالعين حتى يتواصل معك وترجعين له اللعبة. وهذا مهم لأنه بداية من عمر 1.5 وفوق ولدك لازم يستخدم التواصل بالعين حتى يتواصل معك طول الوقت. وفي الحقيقة رح يستخدم التواصل بالعين في 3 أشياء رئيسية. أولاً حتى يشاركك حماسه مثل أنه يقول لك شوفي قديش هذا رهيب. ثانياً حتى يعبر عن مشاعره سواء كانت فرح، حزن أو غضب. ثالثاً حتى يطلب مساعدة أو يطلب أشياء يبيها مثل أنه يقول لك تدفعين السيارة لو مثل ما قلنا قبل. فإذا لاحظتي أنه ولدك ما يستخدم التواصل بالعين حتى يتواصل فيها الأشياء، فهذه العلامة رقم 1. الحين قبل ما أقولك على العلامة الثانية أبي أكد على شيء. إذا شفتي علامة واحدة أو حتى كم علامة في ولدك ما يعني أنه عنده توحد، فها تقلقي. الهدف من هالفيديو بكل بساطة هو إني أسلط الضوء وأعطيك الوعي اللازم على بعض السلوكيات اللي ممكن تستاهل إنك تحكينها وتناقشينها مع طبيب الأطفال حتى يفحص ولدك أكثر ويكمل الإجراءات الطبية اللي يشوفها مناسبة. فصراحة لا تقلقي، بعد هذا الفيديو سوي الاختبارات اللي راح أقول لك عليهم وبس اكتبي أي علامة أنت شاكة فيها حتى لو ما أنت متأكدة منها وقوليها للطبيب في موعد ولدك الجاي. طيب، الحين العلامة الثانية تتعلق بكيف ولدك قاعد يعيش، يستوعب ويدرك عالمه الخارجي. وهنا الاختبار هو إنك تمسكين واحدة من ألعاب ولدك المفضلة، خلينا نقول نفس السيارة الصغيرة، وبعدين تورينها له وتقولين شوف هذه سيارتك، وبعدين تحطي السيارة في الجهة الثانية من الغرفة بعيدة عن يده شوي وتسألينه وين سيارتك؟ اللي المفروض تشوفينه هو أنه ولدك لازم يشير للسيارة وبعدين يرجع يشوفك حتى يتأكد أنك تشوفين وين هو يشير، كأنه يقول تقدرين تشوفين للشيء اللي أنا قاعد أشير له. لكن إذا ولدك شاف السيارة وممكن حتى مشى نحوها لكن ما رجع شافك، أو أشار للسيارة لكن ما رجع شافك حتى يتأكد أنك منتبهة، فهو يفتقر إلى عنصر جداً مهم في الأطفال العاديين، وهو الانتباه المشترك. الانتباه المشترك يعني إن الطفل مو بس يشوف الشيء أو يروح له، لكن يبغى يشاركك اللحظة، يبغى يتأكد إنك تشوفين اللي هو يشوفه، تحسين كأنه يقول بعينه شايفة، انتبهتي، شفتي الشيء اللي أنا شفته.
هذا السلوك البسيط جداً، النظرة اللي ترجع لك بعد الإشارة، هو علامة أساسية إن طفلك قاعد يدرك إنك شخص مستقل عنه، ويفهم إن العقول تتشارك الانتباه، وهو قاعد يبني أساس التواصل، اللغة والعلاقات. غياب الانتباه المشترك ما يعني فوراً مشكلة كبيرة، لكن هو ممكن يكون أحد العلامات القوية لاضطراب طيف التوحد. لكن لازم تفهمين إنه النظرات والإشارات هي واحدة بس من الإيماءات الكثيرة اللي ولدك لازم يستخدمها حتى يقول لك وش يبغى وكيف يحس. فمثلاً ممكن تشوفينه يرفع ذراعينه لما يبغى تشيلينه، يلوح بيده لما أحد يطلع من البيت، يصفق بيده، يهز راسه للموافقة أو الرفض، يمد يدينه إذا بغى يوقف أحد، يلوح بأصابعه حتى يقول تعال، وغيرها من حركات التواصل مع العالم الخارجي. إذا لاحظتي أن ولدك نادراً يستخدم هذه الإيماءات، أو أنك لازم تذكرينه باستمرار، مثل أنك دايماً تقولين له لوح باي باي أو صفق بيدك، فهذه علامة ثانية لازم تنتبهين لها. الآن بالإضافة لاستخدام الإيماءات، مهم بنفس القدر أن ولدك يفهم ويستجيب لإيماءاتك وإشاراتك أنت كأم. فاختبار هذه العلامة رح يكون أنك تجربين تشيرين للجهة الثانية من الغرفة لشيء معين، مثلا لعبة أو كلب برا أو تلفزيون، وتقولين لولدك أنه يشوف هذا الشيء. الطفل الطبيعي لازم يشوف بالاتجاه اللي أنت تشيرين له حتى يشوف وش تحاولين توريه، وما لازم يشوف يدك أو ذراعك، أو الأسوأ إنه ما يستجيب لك أبداً. وفي طرق ثانية إنك تختبرين فيها هالشيء، عن طريق إنك تشوفين كيف ولدك يستجيب لما تستخدمين الإيماءات والإشارات خلال اليوم. مثلاً لما تلوحين، هل يلوح هو الثاني لك؟ لما تبتسمين له، هل يبتسم لك؟ ولما تمدين ذراعك للحضن، هل يستجيب ويجي عندك حتى ياخذ الحضن؟ إذا لقيتي إن ولدك يستجيب لإيماءاتك فهذا شيء رائع، لكن إذا ما يستجيب فهذا شيء مقلق، لازم تاخذينه بعين الاعتبار، لأنه هذا من أقوى علامات التوحد اللي نشوفها كل يوم كأخصائيين علاج. وهذه العلامة رقم 4. الحين في نفس موضوع الاستجابة راح تجي العلامة الخامسة، وهي أنه هل ولدك يستجيب باستمرار لما تنادينه باسمه؟ عشان تختبرين هذا الشيء، أبغاك بصوت هادي تنادين ولدك اللي لازم يكون في نفس الغرفة معاك لما يكون يلعب أو مركز على شيء ثاني، وبعدين تنتظرين لحظة، ممكن 7 إلى 10 ثواني بس، حتى تعطينا فرصة يستوعب ويستجيب. وإذا ما استجاب، نادي اسمه مرة ثانية بنفس النبرة. إذا لسه ما في استجابة، بعد جربي مرة ثالثة. اللي مفروض تلاحظينه هو أنه بالمرة الثانية أو الثالثة لازم يوقف الشيء اللي يسويه ويشوف باتجاهك، كأنه يقول لك وش فيه ناديتيني؟ هذا الشيء لازم يصير في كل مرة تنادينه باسمه. ممكن ما يكون بالمرة الأولى، لأنه خلينا نكون واقعيين، الأطفال الصغار يقدرون ينغمسون في اللي يستمتعون به، أو حتى ما يستجيبون لك بسبب العناد، لكن لازم تحصلي على استجابة بالمرة الثانية أو الثالثة. لكن إذا لاحظتي إن ولدك ما يستجيب لاسمك حتى بعد ما ناديتيه 3 مرات، وهذا صار بشكل متكرر بعد ما جربتي هذا الاختبار عدة مرات خلال اليوم عشان تتأكدين، أول شيء لازم تسوينه هو إنك تفحصي سمعه. لكن إذا سمعه زين ولسه ما يستجيب باستمرار لما تنادينه، فهذه يمكن تكون علامة من علامات التوحد العصبي، وهذه كانت هي العلامة الخامسة. الحين قبل ما نكمل، حابة أقول لك شيء. الحمد لله، وبعد سنوات من الخبرة في العلاج الوظيفي، من علم النفس، من تجربتي الشخصية في تربية أبنائي، ومن مئات الأمهات اللي ساعدتهم، الحمد لله جمعت حرفياً كل شيء أعرفه وكتبت كل شيء في دليل سكينة، اللي هو دليل يدمج بين العلاج الوظيفي وعلم النفس، حتى تتوقعين، تمنعين وتتعاملين بشكل صح مع نوبات الغضب، الانهيارات والسلوكيات الصعبة عند أطفالك، حتى يكبرون ويصيرون أطفال منظمين عاطفياً، قويين، واثقين من نفسهم وسعيدين. الدليل مو بس نظريات، ولكن خطوات واضحة، حلول جاهزة، نصوص تقدرين تستخدمينها بالحرف، وأمثلة حقيقية جمعتها بعد سنين من الخبرة وعشرات الاستشارات الأسرية. لأني أعرف إنك ما عندك وقت تقرين كتب طويلة أو تدورين على حلول في كل مكان، أعرف إنك تبين شيء مثبت إنه يشتغل وتقدرين تطبقين الأشياء اللي فيه من اليوم.
الرابط تحت في الوصف، إلقي نظرة عليه لأنه حرفياً ممكن يغير حياتك وحياة أطفالك للأبد. طيب، الحين خلينا نتكلم عن العلامة السادسة اللي ترتبط بمهاراته اللغوية. شوفي، بعمر السنة ونص وأكثر ولدك لازم يكون عنده 3 كلمات أو أكثر غير ماما أو بابا يستخدمها الحالة. يعني مو بس يتكلم لما تطلبين منه يكرر شيء، لازم لما يشوف كرة مثلا يقول كرة بشكل تلقائي وهو يشير لها. وبعمر 2 وأكثر لازم يكون عنده 20 إلى 50 كلمة، ولازم كمان يبدأ يركب كلمتين أو أكثر مع بعض. مثلاً بدل ما يقول بس تفاح ممكن الحين يقول تفاح أحمر، أو بدل ما يقول بس كلب ممكن يقول كلب كبير. وفي شيء ثاني جداً مهم لازم تلاحظينه، وهو إنه لما ولدك يتكلم معاك سواء كان يستخدم كلمات حقيقية أو بس يثرثر بكلام ما له معنى، لازم يحس إنه هو عنده محادثة حقيقية معاك. فنبرته تطلع وتنزل، كأنه يسألك سؤال أو يقول لك شيء مثير ويوقف لما تتكلمين معاه، وبعدين يثرثر لما يجي دوره. فإذا لقيتي إنه ولدك عنده كلمات أقل من المتوقع لعمره، أو هو ما يتفاعل ويحس نفسه في محادثة حقيقية معاك، فهذه علامة محتملة إن تطوره اللغوي ممكن يكون متأخر، واللي هو أحد نتائج طيف التوحد. وبالتأكيد هذا شيء لازم تقولينه لطبيب ولدك. طيب، خلينا الآن ننتقل للعلامة السابعة اللي تتعلق بكيف ولدك يشاركك حماسه واكتشافاته. شوفي، هذه العلامة ما تقدرين تختبرينها فعلياً، لكن لازم تراقبينها خلال يومك. لما ولدك يلاقي شيء مثير ومحفز، ممكن قطة، حجر كبير، المهم أي شيء هو متحمس له مرة، انتبهي لوش يسوي بعدها. العادي هو إنه لازم يمسكها، يجيلك، يحطها قدام وجهك ويشوف فيك مباشرة، كأنه يقول شوفي هالشيء الرهيب اللي لقيته، مو أروع شيء؟ ممكن حتى يقول شوفي ماما أو شوف بابا. هو يبي يشارك هذا الفرح والحماس معاك. ولكن إذا ولدك لقى هذه القطة أو الحجر وقاعد يلعب فيها الحالة بدون ما يشارك فرحته وحماسه معاك، فهذه علامة خفية أخرى جداً مهمة لازم تنتبهين لها. وهذا الشيء يجيبنا للعلامة الثامنة عن كيف ولدك يلعب. شوفي، لحد عمر 18 شهر لعب ولدك يمكن يكون كله استكشاف. كان يضغط أزرار، يضرب ألعاب مع بعض، يحرك الأشياء في البيت ويحط كل شيء في فمه. لكن عند السنة ونص فوق في شيء مثير يصير، وهو إنهم يبدون يتظاهرون إن ألعابهم حقيقية. فجأة الدمية ما تصير بس لعبة، هي جوعانة ولازم تطعم. الدب تعبان ولازم ينام. السيارات الصغيرة تسوي أصوات فروم فروم لما ولدك يلعب بيها. الديناصورات تزأر، وكل الألعاب تصير كائنات حية حقيقية. لكن إذا لاحظتي إن ولدك يلعب ألعابها بطرق مجردة بدون حياة أو حماس، هنا راح تكون المشكلة. فمثلاً بدل ما يتظاهر إنه يسوق السيارة ويسوي أصوات، هو بس يلف العجلات ويحرك السيارة ببرودة كلية. أو بدل ما يطعم الدمية، هو بس يحركها بدون أي قصة. هذا النوع من اللعب يدل إن الطفل قاعد يركز على الشكل المجرد فقط ومو على التخيل. غياب اللعب التخيلي يعني إن الطفل ما قاعد يشغل مخه، ما قاعد يمثل أدوار، ومو قاعد يبني قصص. واللعب التخيلي مو لعب بس، هو أساس تطور اللغة، الفهم الاجتماعي، التعبير عن المشاعر، والتواصل مع الآخرين. عشان كذا نعتبره علامة مهمة جداً مهمة تدل على احتمالية الإصابة باضطراب طيف التوحد في حالة غيابه. العلامة التاسعة هي إنه هل ولدك قاعد يقلد أفعالك أو لا؟ هذا الشيء عادة يبدأ حول عمر 12 شهر، ولكن بعمر 2 ولدك لازم يصير ظلك الصغير اللي يقلد تقريباً كل شيء تسوينه. لما تنظفين أسنانك، ولدك راح يبي ينظف أسنانه كمان. لما تمشطين شعرك، راح يمسك فرشاته ويحاول يمشط شعره كمان. لما تطبخين، ابنك راح ينضم لك ويبغى يطبخ معاكي. وأنا أعرف إن هالتقليد المستمر ممكن يكون مرهق أحياناً، خاصة لما تكونين متأخرة وبس تبين تمشطين شعرك بدون ما ولدك يبغى يمشط شعرك وشعره، وممكن شعر القط كمان.
لكن صدقيني، هو علامة إنه دماغ ابنك في كامل صحته، فمراقبة وتقليد اللي تسوينه هو فعلياً كيف ولدك يتعلم يتواصل، يتفاعل مع الآخرين، ويطور مهارات الحياة المهمة مثل النظافة، اللبس والأكل بشكل صحيح. فلذلك ركزي وش ولدك يسوي لما يشوفك وش قاعدة تسوين. هل مباشرة يبي يقلد اللي تسوينه أو بس يشوفك بدون ما ينضم لك؟ إذا يميل إنه ما يسوي شيء ونادراً ما يقلد أفعالك حتى البسيطة مثل التصفيق أو التلويح، فهذا شيء غلط لازم تاخذينه بعين الاعتبار. الآن العلامة العاشرة والأخيرة لها علاقة بكيف ولدك يحرك جسمه، ووش هي الحركات الغير عادية اللي قاعد يكررها عدة مرات خلال اليوم، واللي تسمى السلوكيات ذاتية التحفيز. حركات مثل فرد الأصابع بشكل متكرر، عمل دوائر بالأصابع مرة ورا مرة، هز الرأس مو لأنه يحاول يقول نعم أو لا، لكن لأنه يحس إنه ممتع أو مهدئ له، هز الجسم كامل بدون أي سبب، الدوران في دوائر والمشي على أطراف أصابع القدم أغلب الوقت. الشيء اللي لازم تتذكرينه هو إنه طبيعي جداً إن الأطفال الصغار يجربون حركات مختلفة، وممكن تلاحظين إن ولدك يسوي هالسلوكيات لكم يوم وبعدين يوقف، وهذا الشيء عادي تماماً وما في أي داعي للقلق. لكن إذا لاحظتي إن ولدك يسوي هالحركات والأفعال المتكررة بشكل يومي على مدى أسابيع أو شهور، وتقريباً تصير مثل شكل اللعب المفضل عنده، فهذه علامة محتملة أخرى تستاهل النقاش مع الطبيب أو حتى استشارة المختصين إذا قدرتي. وفي النهاية، مثل ما قلت لك، إذا بغيتي تتعلمين كيف تفهمين دماغ ولدك وتعرفين كيف توقفين سلوكياته الصعبة حتى قبل ما تبدأ، وتتأكدين إذا أنت وولدك تحتاجون مساعدة مهنية أو لا، وحابة كل شيء منظم في مكان واحد، وتتعمقين أكثر في كل استراتيجية، وتبنين طفل منظم عاطفياً قوي وواثق من نفسه، رابط دليل سكينة تحت في الوصف. ادخلي، شوفيه، واقرأي عنه، ولو حسيتي إنه يناسبك ويناسب عائلتك، يشرفني إنك تنضمين لمئات الأمهات اللي حياتهم تغيرت بفضل هالدليل. المهم، سواء أخذتي الدليل أو لا، أنا فخورة فيك إنك هنا، إنك تتعلمين، إنك تبين الأفضل لولدك. إذا استفدتي من الفيديو، لا تنسين اللايك والاشتراك عشان نستمر نقدم محتوى يفيدكم. أسأل الله يعينكم على تربية أطفالكم ويجعلهم قرة عين لكم. بنشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.